بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد، اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما زلت مع الموضوع الذي بدأته في الأسبوع الماضي حول أهمية العلم وما ينبغي بمناسبة الدخول المدرسي. وتحدثت في الدرس الماضي الجمعة الماضية عن مقدمة عامة حول أهمية العلم وفضل العلم وفوائده، وهناك نصوص كثيرة وردت في الكتاب والسنة حول فضله ومكانته، ولا شك أن هذا أمر معروف بأن العلم هو سبب ازدهار الأفراد والمجتمعات، والفرد لا يترقى ولا تنمو حياته بشكل طبيعي وعادي إلا بالعلم، وكذلك المجتمعات والأمم والشعوب كلها محتاجة إلى هذا الأمر العظيم، إلى هذه القيمة العليا وهي العلم. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. في الدين هنا، الفقه هنا ليس المعنى الاصطلاحي معرفة الأحكام الشرعية في العبادات والمعاملات، وإنما المقصود هنا بمفهومه العام. الفقه في الدين بمعنى الفهم، أن يعطى له فهم صحيح، أن يسير الإنسان على الفهم الصحيح، كما كان دعا النبي صلى الله عليه وسلم دعا لي سيدنا ابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. علمه التأويل وفقهه في الدين. فالفقه في الدين بمعنى هنا الفهم الصحيح، أن يكون على فهم صحيح. أحيانا تجد واحد يحفظ بعض الأحكام الشرعية، ولكنه في فقه الدين العام ومقاصد الشريعة ومقاصد الدين ومقاصد الكتاب بعيد. إذا من أراد الله به خيرا يفقهه في الدين. والله عز وجل يقول: قل لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون أبدا. هذا أمر واضح، فليس هناك استواء بينهم، لا يستوي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الناس معادن، خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا، إذا عرفوا وفهموا وعرفوا المقاصد. وأنتم أمثلة كثيرة في الصحابة رضوان الله عليهم، لو بقوا على ما لم يفهموا ولم يسيروا على النهج كانوا ناس عاديين، لكن الإسلام والفهم الصحيح هم الذي أخرج منهم تلك المعادن النفيسة. وهو نفسه سيدنا عمر، هو نفسه في الجاهلية هو الإسلام، هو عمر، لكنه فقه وفهم وعرف طريق واهتدى إلى السبيل المستقيم. فكان هذه الهداية وهذا العلم وهذا الفهم وهذا الفقه هو الذي أخرج منه ذلك الشخصية الفريدة. فهذا المعنى يقول الناس معادن، خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. الإنسان أحيانا تجد واحد معدن نفيس، وفيه من الأخلاق الزكية وفيه من الذكاء وفيه من الفطنة، ولكنه لم يتعلم، تجده لا يبصر الطريق بشكل صحيح. ولو فهم وفقه لأنتج العجب.
ذلك خياركم في الإسلام خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من التمس طريقا إلى العلم، يعني من سلك طريقا إلى العلم يعني سهل الله طريقا إلى الجنة. فطريق العلم طريق الجنة. وتعرفون الأحاديث الكثيرة، يعني حتى الحيتان والنمل في جحورها والحيتان في بحارها يعني تستغفر لطالب العلم. هذا فضل عظيم، فضل كبير جدا. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله. هذه منزلة عظيمة، فهو في سبيل الله كالمجاهد في سبيل الله. وأحيانا يسبق مداد العلماء يسبق دماء الشهداء. لولا مداد العلماء ما فهم الطريق يعني الشهداء. ودائما في كل العصور أن مداد العلماء يسبق دماء الشهداء. احنا نفتخر بشهدائنا في ثورة التحرير، لكن أين لو لم يكن هناك البشير الإبراهيمي وابن باديس وأصحابهم وهؤلاء العلماء الذين أناروا الطريق إلى الناس كيف يهتدون. والبشير الإبراهيمي يذكر في كتابه قال: درسنا الأمر في الجزائر بعمق فوجدنا أن هناك استعمارين، استعمار داخلي واستعمار خارجي. قال: وما أسهل خروج الاستعمار الخارجي، ولكن الصعب هو الاستعمار الداخلي، استعمار النفوس والضمائر. فلا بد أن يتحرر الناس من داخلهم، وبدأوا بهذا الجهاد العظيم. فعندما تحرر الإنسان من داخله يعني استطاع أن يحرر أرضه. فمداد العلماء يسبق دماء الشهداء. هذا أمر يعني كبير. لذلك يقول سيدنا معاذ بن جبل، وهنا أخذ كلامه، وهو من هو معاذ بن جبل؟ هو هذا يقول: أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني قسم الاختصاصات وأبرز الاختصاصات، مش هو اللي حددها، وإنما الناس هم الذي عندهم توجه. فكان يعني إنسان عنده توجه، يعني القادة السياسيين العظماء الكبار كأبو بكر الصديق وعمر، وكان هناك المستشارين أصحاب الرأي كعبد الرحمن بن عوف وغيرهم، وهناك من هو يعني من القراء، يعني سيدنا أبي بن كعب، أقرأ أمتي أبي، هذا من القراء. وأعلم في الفقه، أما رجال الفقه أيضا يكون وحدهم اختصاصات متعددة. فقال: أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل. وكان في ذلك الزمن صغير، عمره 17 سنة 16 سنة، ولكن ظهر فيه هذه النجابة في معرفة الفقه وأحكامه. فهو الذي يأخذ لواء العلماء يوم القيامة. العلماء يعني يكونون يوم القيامة يعني تحت لواء سيدنا معاذ بن جبل. يقول معاذ في العلم هذا، يقول: تعلموا العلم فإن تعلمه خشية. تعلمه خشية لله سبحانه وتعالى. باب من أبواب الخشية لله هو طلب العلم. تعلموا العلم فإن تعلمه خشية وطلبه عبادة. وذكرت لكم أحكام الفقهاء عندما يتكلمون على أن العلم يسبق العبادات ونوافل العبادات. طبعا خلينا من الفرائض لا شك فيها، لا، نحن لا نناقش الفرائض الشرعية. لكن عندما تريد أن تصلي ركعات أو تقرأ كتاب أو تقرأ حكما أو تقرأ بابا من أبواب العلم في أي علم، فإن العلم مقدم على نوافل العبادات. يقول: وطلبه عبادة. ولكن هذا متى يكون عبادة لله؟ وتكتب بالنية. طبعا النية، إنما الأعمال بالنيات، هذا أمر معروف. هناك من له نية الدنيا، العلماء مثل الكبار هؤلاء في الغرب الذين أبدعوا وكذا، لكن كان في قلوبهم الدنيا فأعطاهم الله الدنيا ونيتهم هذا. لكن يوم القيامة شيء آخر. لكن الذي يكون طلبه انظر المسلم كيف إذا سلك الطريقين معا. وإحنا قلنا أيها الإخوة أن في دروس يعني في خطب، إذا كنتم تذكرون هذه يمتع الإنسان في القرآن وما زلنا فيها، قلنا الاستخلاف يقوم على عمودين اثنين. إني جاعل في الأرض خليفة، عمودين اثنين، وهما العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وعمارة الأرض. فالذي يريد أن يعبد الله دون عمارة الأرض مخطئ، والذي يريد أن يعمر الأرض دون عبادة الله مخطئ. وإنما معا تكمن لا بد من عمارة الأرض
وعبادة الله تبارك وتعالى. إذا كان هناك عبادة لله وعمارة الأرض كان هناك الاستخلاف، تحقق الاستخلاف نفسه. قال وطلبه عبادة ومذاكرته تسبيح، ومذاكرته تسبيح. فالذي يذكر العلم ويتقلب مع الكتب ويحفظ ويعيد المتون فهذا كأنه يسبح الله سبحانه وتعالى. فيعد طلبه ومذاكرته للعلم تسبيح لله تبارك. أي علم نحن قلنا أي علم. ذكروا الدرس الماضي قلت لكم إنما يخشى الله من عباد العلماء جاءت بعد ذكر علماء الكون وليس علماء الشريعة. وذكرت لكم أن القرآن الكريم فيه أكثر من 6000 آية، 500 آية العلماء مختلفين 500 وكذا، ما حدود 500 هذه أحكام الشريعة. أما باقي الآيات 550 5500 كلها في أبواب العلوم الأخرى غير الشريعة، غير الشريعة. فيريد أن يحصل كأن الناس يفهموا أن القرآن مرتبط بالشريعة. الشريعة جزء، حلال والحرام جزء، والقرآن الكريم فيه 500 وقلنا آية فقط تتكلم عن الشريعة. أما باقي القرآن أين هو؟ يتكلم في علوم أخرى. فمذاكرته تسبيح. نعم. والبحث عنه جهاد. هذا نص الصحابي الكريم معاذ بن جبل رضي الله عنه. والبحث عنه جهاد، أن تبحث عن العلم، أي علم. ما زلت أكرر هذا، الناس محصورة دائما كلمة العلم ويتكلموا عن الأحاديث الصحابة كأنهم العلوم الشرعية. صح وهذا المفهوم، صح وهذا المفهوم، أي علم. والبحث جهاد. هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم من خرج يعني يطلب علما فهو في سبيل الله، فهو في سبيل الله. إذن جهاد، والبحث عنه جهاد. وبذله قربة، أن تبذل وتنفق فهو قربة إلى الله سبحانه وتعالى. وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة. عندما أنت تعلم واحد أي علم من العلوم تعلمه، أي معرفة، أي باب من أبواب المعرفة، ترفع مستوى معرفة أخيك بأي باب من العلوم فإنها تتصدق. وإذا كان قلنا إذا كانت مع حسنة تكتب صدقة عند الله سبحانه وتعالى. أنواع الصدقات كثيرة، أن تعلم الإنسان. ودائما في باب المعارف أفضل من الصدقات المباشرة، كما يقول الحكمة الصينية، يقول لك ما تعطيش واحد سمكة وإنما علمه كيف يصطاد، لأنه إذا علمته كيف يصطاد معناها وجد قوته اليوم وغدا، لكن إذا أعطيته سمكة يأكلها أكل الآن، بعد ساعة يجوع. لكن إذا علمته كيف يصطاد سأحلت مشكلة. إذا علمته كيف يرتزق فتحت له بابا من أبواب الرزق، علمته شيء مهارة من المهارات، حاجة ما يعرفش حاجة. كان الناس بخلاء، هذا مصيبة كبرى. وعنده مهارة يريد أن يحتفظ بها لنفسه، أي مهارة مهما كانت هذه المهارة. فماذا بك أن هذه المهارة عندما تعطيها للناس أن تتصدق، هذه صدقة. شيء لا يعرفه فتعلم كيف يحسنه، هذه صدقة عند الله تبارك وتعالى. وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة. ولأنه معالم الحلال والحرام. نعم. ومنارة أهل الجنة، ومنارة سبل أهل الجنة، وهو الأنيس في الوحشة. نتكلم على فضله الآن. إذا تكلم عن فضله يقول هذا العلم هو الذي يبين لك الحلال والحرام، وخاصة الأمور المشتبهة. الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات. فالعلم هو الذي يبين لك طريقك، تعرف الحلال من الحرام. والله ما أمر عجيب، يعني إنسان أحيانا لا يتعلم كيف يصلي، لا يتعلم أحكام صلاته. مشكلة كبرى. واحد يبقى في حياته يعني عمره 50 سنة 60 سنة 70 سنة يعني ما يعرفش حتى يعني يرجع صلاته، مع أنها سهلة وبسيطة وسهلة. صحيح أن بعض الطرق التدريس وطرق كذا يصعبوا المسألة، ولكن كاين هناك أمور بسيطة يتعلمها الإنسان بكل بساطة. ولأنه معالم الحلال والحرام ومنار سبل أهل الجنة، وهو الأنيس في الوحشة،
والصاحب في الغربة والمحدث في الخلوة. سنة واحد يقعد وحده يستوحش ويقعد خلوة ما عنده حد، لكن أصل إذا أصبح عنده علم فلا وحشة عنده، لا وحدة عنده، لا خلوة ويعني يستوحش بها وحده، بل يذاكر كتاب ويذاكر العلم، فهو خير أنيس وخير جليس الكتاب. يقول: والدليل على السراء والضراء. أحيانا في حياتنا اليوم يعني نصاب، هناك أحيانا السراء وهناك الضراء، الحياة مختلطة من السراء والضراء. ما هو يعني دليلك ويوجهك ويدلك؟ هو العلم الذي يبين لك، فتلتبس الأمور. كان بعض الناس: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. ذلك هو الضلال البعيد، ذلك هو الخسران المبين. يعني الإنسان يعني من يخليه يعني يثبت ويستمسك ويعرف ويميز؟ إنما هو العلم. وقال: وهو والسلاح على الأعداء. السلاح على الأعداء العلم. وانظر لعصرنا الحالي، المعرفة، البحث العلمي هو وسيلة الآن التطور والإنتاج في الحرب. الناس يملكون أسلحة، اكتشافات وأشياء. يعني احنا والله واحد يتحدث على جهلنا إلى أمر خطير. لو كان نقول لكم فقط من جهلنا الواضح الفظيع كمجتمعات متخلفة فعلا لا تعرف شيئا. أعطيكم مثال: بذورنا الطبيعية وراها. شو وراها بذورنا الطبيعية؟ في غفلة منا وجهل أخذوها عنا، وبعد يبيعونا في المهجن. هي أمر خطير. هناك بنوك عالمية الآن 5 ولا 6 ويملكها اليهود، خلاص وضعوا أيديهم على غذاء الناس. تكلم تموت بالشر، تتكلم تموت بالشر، تقول لا تموت بالشر، لأن بذورك مش عندك، حتى عندك أرض ما عندكش باش تزرعها. وهفونا بما يسمى بالمبيدات، يعني أهلكنا أرضنا وأصبح أرضنا لا تصلح للزراعة، حتى نخلنا راح، حتى تمرنا تبدل بسبب مبيدات كثيرة ومواد كيميائية ثقيلة زرعناها بجهلنا بأيدينا بأموالنا. هذا سبب الجهل، لا نعرف. ونقصد بالجهل لا نقصد الجهل نتاع واحد يعني فقط، جهل مؤسسات وجهل مسؤولين وجهل مؤسسات كبيرة وجهل كبير كمجتمع كله. الجهل هو مصيبة كبرى. العلم هو السلاح على الأعداء. كي نقول السلاح على الأعداء لازم تفهم يعني بماذا تفوق علينا الآن هذه الدول، وتفوق علينا حتى هذه دولة صغيرة ما يسمى بالكيان الصهيوني تفوق علينا بالعلوم. هو يتحدى يقول تليفونك اللي في يدك يعني من عندنا هنايا، غذائك من عندنا هنايا، دواك من عندنا، وش تحدث نتايا دواك، احنا نوكلوه نجيبوا لك دواك، احنا نجيبوا لك غذاك، احنا نجيبوا لك يعني كل ما تحتاج، انت ما عندك والو، انت فقط انك تستهلك. فهذا امر خطير ايها الاخوه. قل: والسلاح على الاعداء والزين عند الاخلاء. نعم، الزين عند الاخلاء هذا امر ايضا واضح. ما يرفع درجه الانسان يعني هو العلم، وما يكون اصدقاؤه يعني كلما تعلمت كلما ارتقى مستواك، وكلما ارتقى اصدقائك، وما كلما كان اخلانك افضل، وكلما وهكذا. يمكن بالعلم ان يعني واحد يقعد يعني ما يجمش ولا مره يريح مع علماء، لان لا غير مرشح لهذه الجلسه. الذي يرشح بان يجلس مع العلماء هم العلماء. لذلك الذي لا يعرف يعني محروم من حتى من جلسه مع يعني كبار القوم، كبار الناس. اذكر باختصار من آداب العلم، وهذا ربما يكون درس قادم ربما فيه تفصيل. من أهم ما ينبغي من آدابه هو الصبر، كما قال ذكرت هذا الأمر في مع سيدنا موسى عليه السلام، وهي طبعا قصة ذكرناها في دروس خاصة في عصوة الكهف. نعم،
أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدون، نعم إن شاء الله صابرا. كلها صبر صبر صبر. فإذا العلم يحتاج إلى صبر. يعني هكذا بشدي بدون معاناة، بدون تعب، بدون سهر، بدون كذا، بدون مشقة؟ لا، لولا المشقة ساد الناس كلهم الجود يفقر والإقدام قتال. حياة مبنية على، احنا خلقنا للكبد، الإنسان من كبد. الإنسان مش جاي باش يستمتع بالحياة أو جاي في الراحة. ما خلقنا للراحة، وما خلقنا يعني للمتعة، وما خلقنا للتعب والمشقة. يعني لا بد على يعني العزة والمكانة تكون على يعني على المشقة من التعب. لا تنال العزة والمكانة إلى على الجسر من التعب والبذل والعطاء والصبر والتحمل. فالطلبة مثلا يقرأوا في المتوسطة ولا في الشدة الأهلية ولا الشدة البكالوريا، ولا ممكن تترشح للدكتوراه هكذاك يعني بالراحة وأنت مريح؟ مستحيل مستحيل. العلم بابه التعب، بابه الصبر، بابه الجهد يبذل. لو تعرف العلماء كيف وصلوا، الناس الذين وصلوا إلى العلم المراتب وش من تعبوا وش من سهروا وش كذا. الشعراوي قال: أنا ما نرقدش، أنا كان يحوس علي النوم يلقاني، إذا ما لقانيش تربح. قال أنا نرقد عليه، كي يلقاني النوم هو اللي يجيني، هو اللي أنا لا أبحث عنه أصلا، لا أبحث عن النوم إطلاقا، وإنما هو اللي يحوس، إذا حوس علي يلقاني نرقد له حتى فوق الطابلة، فوق الكتاب، فوق كذا. يوم كان طالبا باحثا عن العلم الشيخ الشعراوي رحمه الله رحمة واسعة، وأمثلة كثيرة من هذا. فمن باب الأساسي للعلم إنما هو، ومن أدابه العظمى اللي هي يحتاجها الطالب في المتوسطة، في الابتدائي، في الثانوي. الابتدائي من زمان ما يعرفش مسكين، احنا نعلموه، لكن في المتوسطة ولا في الثانوية ولا في الجامعة ولا في أي باب من أبواب العلم حاب تتعلم حاجة، لا بد من الصبر، لا بد من البذل. إذا لم تصبر لا تنال. للحديث بقية، نسأل الله عز وجل وفقنا ما فيه الخير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خصنا بخير كتاب أنزل، وأكرمنا بخير نبي أرسل، وأتم علينا النعمة بخير دين شرع، وجعلنا بالقرآن الكريم خير أمة أخرجت للناس، نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونؤمن بالله. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة، وكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق الجهاد، تركنا على المحجة البيضاء، على الطريقة الواضحة الغراء، ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وحين اللهم على سنته، وآمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أما بعد، أيها المؤمنون، ما زلنا مع الإنسان في القرآن الكريم، وبدأنا في الخطبة السابقة في بعض أوصاف الإنسان. تكلمنا على أن الإنسان ضعيف، وخلق الإنسان ضعيفا. واليوم نتكلم عن صفة أخرى من الصفات الذميمة في الإنسان، وهي جبلة فيه، موجودة في الإنسان من حيث هو إنسان، سواء كان مؤمنا أو كافرا، سواء كان ذكرا أو أنثى. هذه الصفة متواجدة في الإنسان، أنه كنود. ومن أجل توضيح هذه الصفة نزلت سورة كاملة في كتاب الله
تتكلم عن هذه الصفة، ولكنها سورة من قصار المفصل يحفظها الجميع ويعرفها الجميع. أقول يحفظها الغالبية على الأقل. سورة من قصار السور بدأ الله فيها بالقسم. أقسم الله عز وجل بعدة أمور، ثم أكد ب5 مؤكدات: أن الإنسان لربه لكنود. هذه السورة الكريمة سورة العاديات تتكلم هذه السورة في 3 مشاهد، 3 أقسام. القسم الأول عن القسم، وأقسم الله عز وجل بالخيل. الخيل كلنا نعرف الخيل، والخيل هو الحيوان المحبوب لجميع الناس. كلما رأيت الخيل إلا أحببته. يقول الله عز وجل: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. فالخيل محبوب عند الجميع، وسمي الخيل خيلا لخيائه لأنه عزيز النفس، فيه أنفة، فيه عزة، فيه شرف، كما قال الشاعر: وتأبى بدرتها إذا ما استكرهت إلا الحميم فإنه يتبضع. معروفة الخيل بأنفتها. وسمي الحصان حصانا لأنه يحصن صاحبه، وأن الخيل فيها مواصفات لا توجد في غيرها، لذلك أقسم الله بها. والناس الذين كانوا في زمن النزول، الذين يعرفون العربية وهم الذين يصنعوها ويتكلمون بها، كان الخيل الأصيلة عندهم ويعرفونها، فعندما أقسم الله بها يعرفون معنى هذا القسم. الخيل التي تعرف صاحبها من رائحته، تعرف صاحبها من صوته، بل تعرف صاحبها من ضربات قدمه إن لم تره، وإن رأته حمحمت ترحيبا به. والحيوان الوحيد الذي يهلك نفسه من أجل صاحبه، يتعب نفسه بل يدخل نفسه في المخاطر من أجل سلامة صاحبه. لا يوجد إلا هذا الحيوان الوحيد في الأرض يقتحم المصائب، وهو الذي لا يهمه المصائب إن أصابته، المهم سلامة صاحبه. إن كان الحيوان أصيلا، وكان الخيل العربية الأصيلة فيها هذه المواصفات، لذلك أقسم الله بها في هذه السورة. يقول الله عز وجل: والعاديات ضبحا. العاديات هنا لم يقسم بذوات الخيل، وإنما أقسم بصفاتها، لأنه يتكلم عن صفة الإنسان في المقابل. افهموا هذا القسم حتى تعرفوا هذه الصفة الموجودة في وفيك، وهي خطيرة. ليقول لك: لا يكون الخيل أفضل منك، حذاري أن يكون الخيل أفضل منك، إنه في ظاهر الأمر أن الخيل أفضل منك أيها الإنسان في صفته. الخيل لصاحبه أفضل منك أنت من صفتك لربك، فاحذر هذا. والعاديات ضبحا، العدو، العاديات مفهومة والعدو مفهوم. الضبح هو صوت صدر الخيل عندما يشتد يعني عدوه، يخرج منه صوت يسمى الضبح. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا، عندما تتحرك في الأرض الصلبة تجري بعدوها الشديد، فإنها تحرك الحصى في الأرض التي فيها الحصى، فتضرب الحصى بعضها وبعض فتقدح فيخرج منها الشرر. كان الشنفر في لاميته يتكلم عن هذا، لأنه كان أشد عدوا من الخيل، لا تدركه الخير. يقول: وإذا الأمعز الصوان لاقى مناسمي تطاير منه قادح ومفلل. القادح تقدح برجليها بحافرها، تضرب الأرض فتخرج الشرر. والموريات قدحا فالمغيرات صبحا، تغير على الأعداء الصباح، وكان الناس يغيرون في الصباح، ولأن الخيل تحب الصباح. الخيل تكون في قوة نشاطها في الصباح وتحبب الصباح، لذلك كان الغير أن تغار على الأعداء في الصباح، لأن الخيل تستجيب أكثر في الصبح. والمغيرات صبحا فالمثيرات نعم
والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا. كان في الأرض الرطبة فإنها تحرك الغبار، فوسطن به جمعا، وهذه الصفة الأشد لأنها ملتصقة بما سيأتي. إنها تدخل صاحبها في عمق العدو، تغير على العدو وتصل به إلى أوساط العدو. الحيوان الذي لا يجبن، الحيوان الذي لا يتأخر، الحيوان الذي لا يفر من المخاطر، يدخل بك في أعماق المعركة، في لجاج المعركة، في وسط المعركة، يضرب بها ولا يهم. ثم بعد ذلك إذا عرفت هذه المواصفات باختصار، فما هو الإنسان إذن؟ إذا كان هذا هو الخيل فما هو الإنسان؟ أقسم الله بهذه الصفات وبالقسم: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. إن أدوات التوكيد، إن الإنسان لربه لكنود. الخيل ليست كنودة، الخيل وفية. الخيل تهلك نفسها من أجل صاحبها وفارسها، أما الإنسان لربه كنود. ما معنى كنود؟ العرب تقول عن الأرض أنها كنود إذا كانت لا تنبت. ورجل وجد أعرابي يجري وراء ناقته وهي شاردة وذاهب، وهو يقول، يجري من ورائها وهو يقول: إنك ناقة كنود. قالوا: ما معنى كنود؟ قال: أطعمها وأسقيها وهي تتمرد علي، أليست كنودا؟ هذه ناقة كنود. لذلك يقول العلماء، ومن بينهم الحسن البصري رحمه الله وهو يشرح، يقول: الكنود الذي يعد المصائب ولا يعد النعم. إذا ضربه الدهر بسهم من نوائب الدهر لا يعد إلا ذلك السهم، لا ينظر إلى النعم الله التي يغرق فيها من رأسه إلى أخمص قدميه. الإنسان سماء تظله وأرض تقله وشمس تنير له وجمادات وحيوانات ونباتات، وسخر الله له ما في السماوات وما في الأرض وما عنده من مهارات وأجهزة وخير عظيم، ينسى ذلك كله، وإنما يعد المصيبة والسهم الذي ضرب به الزمن. لابد أن يضربك الزمن بسهم من الأسهم، مرض تصيبك أو فاقة تأتيك أو مصيبة أو قريب أو هناك لا بد من الشر ولا بد من المصائب، ولا بد أن يضربك الزمن بسهم، ولا بد من نائبة أن تحيط بك. لكن الكؤود لا يعد إلا المصائب وينسى النعم. هذا هو الكنود. أما الخيل فحتى ولو ضربها السهم في المعركة فإنها لا تتراجع، تستمر في المعركة وتستمر والدم يسيل منها، وهي واثقة تريد أن تخلص فارسها وتأتمر بأمره وتسير بأمره ولو أصابها ما أصابها، لذا أقسم الله بها. يقول عنترة وهو يشرح هذا المعنى، يقول في معلقته الشهيرة: يدعون عنترة يدعون قنطرة والسهام كأنها أشطان بئر في لبان الأدهم، ما زلت أرميهم بثغرة نحره ولبانه حتى تسربل بالدم، وازور من وقع القنا وشكى إلي بعبرة وتحمحم. هو مستمر، لكن يقول له: ألا ترى يا فارسي، ألا ترى ما أصابني؟ إنني متسربل بالدم، متسربل سربال كأنه لبس الدماء، ولكنه مستمر. يقول: وما زلت أرميهم بثغرة نحره، لا يتردد. أما أنت أيها الإنسان فإنك تتردد. أيها الإنسان إنك لربك لكنود. ثم يقول الله عز وجل: إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد. هذه المشكلة أخرى، كلنا نشهد على أن هذه الصفة فينا، كلنا نشهد على أنفسنا بأفعالنا بأحوالنا بأننا كنود لله عز وجل، لربنا كنود، وإنه لحب الخير لشديد. كل الأشياء التي فيها مصالحك، منافعك، الأموال والمنافع وما يضر عليك من خير، تندفع إليه، تجري إليه من الصباح
لو أن المال يأتيك بعد يعني الصباح الباكر ستنشط إليه، لكن صلاة الصبح لا. تصعد إلى نخلة وتبقى فيها والدم يسيل والعرق يتصبب، لا بأس أن تبقى فيها الساعات حتى تنجز عملك، لكن دقيقة واحدة زايدة في الصلاة لا، دقيقة في المسجد لا. لكن في العمل ممكن أن تكون الساعات الطوال وأنت تجمع المال وتجمع الخير وكل ما ينفعك أنت مشدود إليه متجه إليه صاهر، يعني ضيع فيها الأوقات، لكن إلى ربك لا. كنود لا يأتي منك الخير كما الأرض المنقطعة عن النبات. أنت حاب يقول لك ربي إنك من جهتي مقطوع، صلتك بي مقطوعة، وأما مصالحك الشخصية فهي أنت مندفع إليها بقوة. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد، شديد الحرص على الأموال وعلى الدنيا. ليس هذا ذما، ليس هذا ممنوعا، لكن هو يقرر هنا. ليس معنى ذلك قال لك ما تجمعش المال، ما تفهمش هكذا، ما تفهمش أن المال مش مليح، ما تفهمش أن مصالحك مش مليحة، لا، هو يقرر حقيقة عندك فانتبه. هو لا يقول لك أن المال مش مليح وجمعه مش مليح، ما يقول لكش ما تجمعش المال، ما تجريش مع مصالحك، ما تفهمش هكذا. أفهم بأن لك عندك مشكل، فافقه حتى لا يصيبك مصيبة. الآية التي بعدها الحقيقة التي بعد ذلك نتكلم عليها في الخطبة الثانية. احذر أيها الإنسان، إن فيك حقيقة، حقيقة واضحة وأنت شاهد عليها، من جهة ربك كنود ومن جهة الخير شديد، فانتبه حتى لا تموت وأنت على هذا الحال. هذا يحتاج إلى تزكية، يحتاج إلى تربية، يحتاج إلى ترويض. الخيل المروضة تدخل وتقتحم ولا تعصي فارسها ولا تعصي صاحبها، هي إنما تستجيب له لأنه يغذيها ويعطيها وينعم عليها، فهي وفية للمنعم. أما الإنسان ليس وفيا للمنعم. اسمعوا أيها الإخوة، كأنكم تسمعوا هذه الصورة أول مرة في حياتكم. صورة العاديات تتكلم عن حقيقة في الإنسان، حقيقة في الإنسان واضحة في الإنسان، في أنا وفيك أنت. لا تقل أنها هذه مقصود بها الكفار، مقصود بها الإنسان من حيث هو إنسان. فانتبه واحذر أن تموت على هذا الحال ويكون الخير أفضل منك. لا يكون الخير أفضل منك، لا يكون الخير أشد وفاء لربه وصاحبه ومنعم عليه، وأنت أقل بالنسبة للمنعم عليك، ربك العزيز الخالق الرازق المنعم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. ادعوا الله يستجب لكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عبده الذي اصطفى، وبعد. تختم الصورة بحقيقة واضحة. يقول القرآن، تقول هذه الصورة: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. حذاري أيها الإنسان، إن فيك صفة الكنود، إن فيك صفة الكند، فاحذر. وإن الله خلق حيوانات وفية أكثر منك، فاحذر أن تموت. ألم يأتيك الخبر؟ ألم تعلم؟ أفلا يعلم إذا إنسان أفلا يعلم هذا الإنسان إذا بعثر ما في القبور، جاءت يوم القيامة، وحصل ما في الصدور، إنه الجمع والإحصاء، التحصيل، الجمع والإحصاء، تجمع كل شيء عنك، وهناك إحصاء لكل أعمالك، وبروز الأسرار قلبك وما في الصدور، وتحصيل ما في الصدور من النيات، تظهر الحقائق، تبرز الحقائق. اليوم احنا صناديق مغلقة قاعدة قدامي وأنا قاعد شوف فيها، أنا صندوق مغلق بالنسبة ليك، مش عارف إيش كاين في قلبي، وأنا مش عارف إيش كاين في قلبك، وداس إيش كاين. لكن يوم القيامة أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور
وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. ما قالكش وش كاين، بس اعرف هذه، أنت ستقف بين يدي ربك وستحاسب. احذر من هذه الصفة، أن يوم القيامة تأتي وصلتك بالله مقطوعة. احذر وأن من جهة ربي ما يجي منك والو. احذر بأنك لم تحصل شيئا من هذا الاتجاه، لأنك فيك صفة الكنود. فعليك أن تربي نفسك، عليك أن تزكي نفسك، عليك أن تهتم بنفسك، عليك أن ترفع من مستواك حتى تأتي يوم القيامة وعندك ما تقابل به ربك. احذر، إن ربهم بهم يومئذ لخبير. نعم، الخبرة تعني معرفة البواطن بدقة وإحاطة. الخبرة معرفة البواطن بدقة وإحاطة. الله عز وجل لا يغيب عنه شيء، يأتي كل الدقة، كل شيء عندك، ويحيط بكل شيء، وتبرز حقائقك كما هي. هذه صفة خطيرة أيها الإخوة، صفة عظيمة وخطيرة في الإنسان، هي موجودة عندي وموجودة عندك. قيسها، شوفها في صلاتك، في زكاتك، في صومك، في برك، في قراءة القرآن، في كل أعمال الخير. كل ما يتجه إلى الله تلقى روحك ثقيل، تلقى روحك مقطوع، تلقى روحك مش حاب تدير. ولكن كل ما يدفعك إلى المال وإلى الدنيا وتحصيل الرزق وتحصيل المنافع وتحصيل يعني المكاسب، مدفوع إليها دفعا. هذه جبلتك، هذه طبيعتك. فاحذر أن تترك نفسك هكذا. عليك أن تزكي نفسك. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره لنا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم أيدهم، اللهم أيدهم، اللهم أيدهم، اللهم انصرهم، اللهم اخذل عدوهم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لأخي الإمام مرابط الجيلاني، غدا ستكون مناسب ذكرى وفاته. نسأل الله عز وجل أن يرفع مقامه في الجنة. اللهم اجعله من سكان الفردوس الأعلى. اللهم اغفر له كل خطاياه. اللهم اجعله مع رفقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارفع شأنه في الآخرة، اللهم ارفع شأنه في الآخرة، اللهم ارفع شأنه في الآخرة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وتسلم تسليما كثيرا عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم رحمكم الله.